بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هتكلم على حاجه جديده في الكنترول ستراكشر، وهو الجوتو. بصراحه انا رايي ان المبرمجين اللي بيهربوا من الخوارزميات اللي ممكن يعملوها عشان برامجهم ويستخدموا جوتو انهم اساسا مش مبرمجين. بصراحه ده رايي، لان جوتو ده يعني مش عايز اقول ده الاطفال البرمجه مش للمبرمجين. انت ممكن تضطر ممكن يبقى عندك مشكلة وتضطر انك تستخدمها، بس مش تستخدمها طول البرنامج. ممكن في البرنامج كله تستخدمها مرة واحدة مثلا علشان تبقى فعلا مبرمج، انما لو استخدمتها كتير صدقني تبقى يعني مش كويسة في حقك كمبرمج. عموما لازم اشرحها. هي الجوتو سهلة جدا، ما فيهاش اي حاجة. طبعا تقدر تعرف معلومات عنها اكتر عن طريق اللينك ده في جوتو، او تبحث في جوجل جوتو php.net. انا هشرحها. فكرة الجوتو بسيطة جدا، واعتقد لو اي حد له خلفية برمجية في اي لغة هيعرف يعني ايه جوتو. حتى في الفيجوال بيزك دوت نت موجودة الجوتو. طيب دلوقتي الجوتو دي وظيفتها ايه؟ انت لو عندك مثلا نيم يساوي احمد اوكي، قلت له ايكو نيم. انت ممكن تيجي عند جزئية معينة زي ما هو مشروح هنا، عند جزئية معينة وتقول له جوتو كذا، وتعمل بلوك باسم المنطقة اللي انت عايزه يروح فيها عشان ينفذها. او احنا مثلا ممكن نقوم واخدين المثال بتاع php.net علشان يبقى الموضوع واضح. دلوقتي عندك جوتو ايه، في بلوك هنا اسمه ايه. لما الانتربريتر يمشي سطر سطر لغاية لما يوصل لسطر 17 هيلاقيك قايل له جوتو ايه. يبقى هنا عايز بلوك، يعني مجموعة من الأكواد باسم ايه. طب هيجي يدور في الملف كله هيلاقي ان البلوك ايه ده في السطر 20 اهو ايه، وينفذ السطر ده. البلوك ده بيتعمل ازاي؟ بتكتب الاسم، مثلا اعمل اهو بلوك باسم احمد، واحط نقطتين فوق بعض وانزل سطر اهو اقول له ايكو احمد بالشكل ده. انا ممكن اقوم شايل ده واقوم قايل له جوتو ايه. جوتو بتبقى ببساطة جو وتو الاتنين لازقين في بعض، وبعد كده اسم البلوك اقوم قايل له احمد واقوم حاطط سيمي كولون. لاحظين كده بالشكل ده، واقوم عامل هنا. يبقى هنا هيتغاضى عن السطر اللي بعده، هيخطي السطر اللي بعده. يعني لو كاتب له في السطر اللي بعده هنا صام بالشكل ده، لو انا عامل له الكود بالشكل ده قايل له جوتو احمد، وفي نفس الوقت كاتب له في السطر 17، لا، وظيفة الجوتو انه مش هيجي جنب السطر ده، مش هينفذه، هيروح على البلوك احمد على طول، لانه ماشي واحدة واحدة لقى جوتو احمد يقوم ناطط للسطر 20 اللي هو فيه البلوك احمد يقوم منفذه، وبالتالي مش هينفذ اللي ما بين الجوتو والبلوك. فانا نشوف اللوكال هوست learn.php اهو نفذ احمد. يبقى هنا كل ما بين الجوتو، يعني كل اللي ما بين الجوتو وكل اللي ما بين البلوك مش هيتنفذ. الانتربريتر ماشي سطر سطر، جوتو احمد يقوم ناطط يعمل جامب من كل ده ويقوم رايح لاحمد. ما بيعملش ريتيرن بقى، على عكس الفانكشنز بتعمل ريتيرن وتكمل تنفيذ. لا، الجوتو بيعمل جامب بس وما بيعملش ريتيرن تاني زي ما كان.